السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. انا كنت عند امي وقالت لي انا نفسي في كبيبه تعمليها لي. قمت جبت بقى المكونات بتاعتنا، جبت بصلايه متوسطه وقطعتها زي ما احنا شايفين، والخضره بتاعتنا شبت ربط ربطه شبت بقدونس كزبره، وجبت التوم 5 6 فصوص توم كده. عايزة تزودي زودي براحتك. وجبت الرز غسلته ونشفته وضربته في المطحنة، خليته حتت يعني نصاص كده، مش مطحون قوي. وده كيلو لحمة عندنا، ضربته كويس جدا وحطيت عليه شعرة كربوناتو. وكيلو اللحمة انا بحط عليه كيلو رز ومج ونص من الشاي كده، يعني قولي كيلو وربع رز. وفي ناس بتحب مثلا تحط 2 كيلو براحتها. وبعدين هعجنهم كويس جدا، وهجيب بقى الخضرة الاول، هضربها بقى في الكبة زي ما احنا شايفين. انا عندي في البيت بحطه كله فوق بعضه وبوديه عند واحد كده بيبيع لحمة بيفرمها لنا، عشان ما عنديش الكبة اللي هي الكبيرة دي. هنسمي الله بقى ونضربها، نضرب الخضرة دي كلها مع بعضها. واهلا بكل الجداد اللي عندي في القناة، وما تنسوش اللايكات. ما تتفرجوش على الفيديو، يلا انا شايفة كل واحدة اهو، ما تتفرجوش على الفيديو وتمشوا، حط بس حتى اللايك. اللايك والله مش بفلوس يا جماعة. ضربناها كويس جدا اهو وعجنتها مع بعضها. وهبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم، هحط برضو حتة بحتة وهضربها كويس جدا لحد ما تبقى هتشوفوا بقى شكلها، هتبقى شكلها شايفين بقى شكلها لما اتضربت بقت ناعمة وملبسة في بعضها كده ولها عرق. ودي شوف شكل دي من شكل دي بقى. وهنبدأ بقى نحط عليها التوابل بتاعتنا. عندنا ملح، كزبرة ناشفة، كمون، فلفل. عايزة تحط شعرة نعناع ناشف حطي براحتك. وهعجنها كويس، وبعدين بقى هنبدأ بقى نقعد ونقرصها. الست الكل اهو، ربنا يديها الصحة وطولة العمر يا رب، عمالة بتبططها. وطبعا انا هساعدها برضو بعد كده، بس عشان بصور. وهنبدأ بقى نرصها في الصينية. شايفين بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هنرصها بقى في الصينية، ولما اخلص خالص بقى هوريها لكم. احنا كده خلصنا اهي، عملنا الكمية كلها ما شاء الله، وعملنا منها صوابع. هنعملها بقى احمرها وعينها في الفريزر واعملها بالصلصة.